السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة الطاكوس بلا ما طيبي لا عجينة ما تعيي راسك، حاجة خفيفة وطيب العجينة تخدميها وتعمريها وتطيبيها التمتم. كل واحد واش حب يقولها، كاين اللي حب يقولها لي ساندويتش واللي حب يقولها الطاكوس، كيما حبيتوا تسموها سموها. لكن الوصفة تاع اليوم سهلة وبزاف بسيطة. نروحوا للعجينة، للمقادير وطريقة التحضير، ونقولوا بسم الله طبعا ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا هنا راكم تشوفوا عندي كيلو تاع فرينة، درت فيه مغرف تاع ملح صغيرة، ودرت فيه مغرف تاع نص مغرف تاع خمارة تاع خميرة الخبز، ومغرف تاع السكر كما تعرفوا باش يعطينا اللون الذهبي للعجينه تاعنا. ودرت هذاك ساشي تاع لاليفير تاع خميره الحلويات، كنت درتو، كنت نحيت منه قبل النص، هذاك نص تاع باكي فقط. الدور الخميرة الحلويات هو اللي يعطينا قرمشة للعجينة نتاعنا ولا لي ساندويتش نتاعنا. والنص تاع كاس فوق النص بشوية تاع كاس تاع الزيت فوق النص، غير بربع بصبع كما نقولوا فقط. وراح نبسوها طبعا، بسسناها ومن بعد لميناها بالماء دافي، لميناها بالماء دافي باش تجينا العجينة طرية. اللي حب يلمها بالحليب يقدر يلمها بالحليب. انا كان للامانه كان عندي الحليب بصح ما حبيتش نلمها بالحليب، لميتها بالماء هكا باش ما تقولوش انه يليق نديروها يليق نلموها بالحليب. انا نلمها مداري نلمها بالماء عادي، تلميها بالماء وراح تجيك بنينه. هنا غادي ينجنها غير شويه، غير قد اللي نلمها فقط، ماشي قد التعجين، غير باش نلمها فقط. والعجينه يليق تكون طريه، ما يليقش يكون تتلاصق. راح نخليها، ما خليها لا ترتاح لا والو. انا غير في الوقت وخرتها على جهه، في الوقت اللي وجدت صوالح قد اللي ندير بيهم، اللي غادي نعمر بيهم، وشكلتها تمتم. ما تخليها لا ترتاح لا تخمر لا والو، تمتم تخدمي بها. هاد العجينه تكون انها سهله وبزاف سهله توجد تمتم. هذه العجينه وجدي لافخس تاعك وجدي صوالحك، ومن بعد روحي ديريها وبدي تخدمي لي ساندويتش تاعك. ما توجديش العجينه قبل، لافخس هي اللي توجديها قبل. انا لافخس كانت واجده، كنت وجدتها، ما بغيتش نشاركها معاكم، كاع نعرفوا دوك نوريكم، كاع نعرفوا الشكشوكه كيفاش نديروا لها بصل وطوماطيس. انا ما درتلهاش الفلفل، اللي بغى يدير الفلفل يدير الزروديه، يدير الفيونداشي كيما حبيتو ديروا هنا راح نبدا نشكل. قلت لكم نبدا نشكل تمتم، ما نخليها لا ترتاح لا والو، تمتم نبدا نشكل. هنايا انا ما كنتش درت الفرينه، ديروا الفرينه باش تعاونكم في الطريقه الزوجه. راح ندير الفرينه، ديروا الفرينه باش ما تقعدش تلصق لكم لاباط في البلان دو طرافاي. هذه شكشوكه نتاعي انا درتها بصله وطوماطيس عادي، ودرت شويه تاع طون. اللي حب، اللي عنده فيونداشي يدير، اللي عنده الدجاج يدير واش حبيتي. وعندي هنا لي فخيت، كنت قليتهم طبعا، ما كاش اللي ما تعرفش تقلي لي فخيت. درت البطاطا مقليه من الفوق. وراح ندير هذه لاصوص فخوماج. انا درت كاس ونص تاع الحليب، ودرت له زوج عفوا 3 تاع لي بورسيون تاع الفرomاج، ودرت شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل ومغرف تاع فرينه، وخلطتهم مليح، درتهم فوق النار. كي بدات تتقل نحيتها وخليتها تبرد باش نخدم بها. هذا هو الشكل الاول تاع لي ساندويتش اللي حنديرو. انا نحب هذا الشكل. هنايا كي بدات تخرج لي هذيك لاصوص فرomاج كلي غبنت لي، نتوما ديروا شويه تاع فرينه في يديكم وبدو تنغلق لكم عادي. راح نشوفوا الشكل الزاوج، هذاك الشكل الاول تاع لي ساندويتش. نشوفوا الشكل الزاوج اللي نديروه. انا درت الاشكال في زوج. هذا الشكل الزاوج نحلوها كما راكم تشوفوا، ماشي رقيقه كاع كامل وماشي غليظه، تجي شويه رقيق شويه مرفوده كما نقولوا هنا. وطبعا راح ندير لافخس نتاعي كيما في الساندويتش الاول. درنا شكشوكه تاعنا، ومن بعد درنا البطاطا، ومن بعد درنا لاصوص فرomاج. ما كانش ساندويتش اسهل من هذا.
والعجينه نتاعو بزاف بنينه. صدقوني جربوها ما رايحينش تندموا. انا كنت درتها شحال من مره وقلت نجربها معاكم، هذه المره نجربها معاكم. هنا بالفرشاطه برك راح نديروها، راح نغلقوها، لكن سيو تغلقوها مليح باش ما يخرج لكمش ديك لاصوص فخوماج ما تخرجش. حنا درت لاصوص فخوماج. هنايا نسيت الفرماج رابي ما درتهش، كنت غادي نديرها لكن صدقوني درتو ولا ما درتوش غير كيف جات بزاف بنينه بلاصوص فخوماج هذيك وحدها هكا تجيكم طريه من الداخل كي ديروا لاصوص فخوماج، ولا ديروا لاصوص بيشاميل، ولا ديروا كاين اللي بغي لاصوص طوماط، كل واحد واش يحب يدير في بلاصه لاصوص فخوماج. صدقوني جات بزاف بنينه. هنايا هنا كنت درت من هنا جيت غادي نقلبها، كنت شاده التليفون بيد ونقلب بيد ما قدرتش. نحيت التليفون ودرتها وقلبتها. هنا كما كتشوفوا هنا راح نحمرها بالاطراف من تحت. هنا كما كنت نحمرها بالاطراف. انا ندهن شويه زيت في الطاجين، ومن بعد قدام لا نقلبها ندهن شويه زيت في العجينه تاعنا من فوق هكا باش تجي مقرمشه وما تجيش ناشفه، وهي اساسا ما تجيش ناشفه باسكو فيها ديجا الزيت. هنايا هنا باش تتحمر لنا مليح طبعا. وهنا نقلبوها في الجوانب ومن بعد تكون واجده معنا. هنا راها هنايا كانت شويه سخونه باش نحلها لكم. هنا كما راكم تشوفوا هنا كما قلت لكم راها سخونه باش نحلها، حرقتني شويه. انا كما كتشوفوا شوفوا لا جات بزاف جات مشمخه من الداخل، ولا بات ماشي معجنه. صدقوني جربوها ما رايحينش تندموا عليها ابدا. ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي في الفيديو القادم. طبعا ما تنسوش اللايك، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تخلوليش تعليقاتكم بواش حبيتوا ندير لكم. شكرا على المتابعه، ومع السلامة في الفيديو القادم إن شاء الله.